السلام عليكم. ده تاني ليكتشر من كورس كيوتي اللي بنتعلم فيه ازاي نعمل جي اي عن طريق كيوتي باستخدام السي بلس بلس. المره اللي فاتت عملنا انستليشن وعملنا ليبل في الويندو بتاعتنا. طيب تعالى دلوقتي نعرف ازاي احنا ممكن ناكسس الليبل ده. طيب اي حاجه انت تعملها اكسس في اليو اي فباي لوجيك كده انت محتاج تكتب يو اي. طيب بعد ما نكتب يو اي بنستخدم الارو علشان تاكسس اي حاجه عندك في اليو اي. فانا مثلا لو انت فاكر ان هو احنا كنا مسمينه مين تكست، فاكر لما قلت لك انك لازم تسميه عشان الحته دي. هنا انت بتاكسس الحاجه باسمها، بتاكسس الاوبجكت ده باسمه. طيب لو جيت وقفت كده على مين تكست هتلاقيه هو اصلا بيقول لك ده فعلا كيو ليبل. طيب حلو قوي، هقول له ماشي مين تكست وهستخدم الارو تاني علشان في كميه فانكشنز انت مش متخيلها ممكن انك انت تستخدمها. طيب انا هستخدم اول حاجه فانكشن اسمها set text. حلو قوي، فانكشن set text هي بتاخد string. طب تعالى كده نكتب string. طبعا string ما بين دبل كوتيشنز، ممكن نقول hello and lecture number 2. حلو قوي، تعالى كده نعمل تاني ران ونشوف هل فعلا التكست اتغير ولا لا. نعمل سيف اول. سوري ماي باد، نسينا السيمي كولون. سي بلس بلس ففي سيمي كولون عادي خالص. نعمل ران تاني. طيب طبعا زي ما انت شايف هو اتغير، قال لك hello in lecture number 2. بالرغم من ان انت لو دخلت اصلا على widget دوت يو اي هتلاقي ان احنا كنا كاتبين hello to qt. لو احنا رجعنا كده للاديت تاني ورجعنا للويدجت دوت سي بي بي وعملنا كومنت لده عادي خالص زي ما بتعمل كومنت في سي بلس بلس وعملنا ران تاني، هتلاقي ان هو رجع للفاليو القديم او الديفولت فاليو بتاعه hello to qt word. طيب حلو قوي. طب تعالى نشيل الكومنت ده وتعالى نشوف احنا ممكن في ايه تاني احنا ممكن ان احنا نستخدمه. طبعا في فانكشنز كتير بس انا هحاول اديك الفانكشنز الاساسيه عن الليبلز. طيب تاني فانكشن عندنا وهي الموف، ان انا اقدر احرك الليبل ده في اي مكان انا عايزه. برضه اكسس الليبل عن طريق ان انا يو اي وبعد كده الارو وبعد كده ارو تاني وهقول له موف. حلو قوي، لو جينا نقف عند موف كده هتلاقي بيقول لك ان هي بتاخد فاريبلز. طيب تعالى نفهم ايه التو فاريبلز اللي هي هتاخدها بكل اختصار. هي بتاخد الاكس والواي، البوزيشن في الاكس والواي. فانا مثلا لو حطيت واحد وواحد، طبعا واحد واحد انت عارف ان هي تكون فوق على الشمال علشان هو اكس اكسس وواي اكسس، بس بدايتهم من فوق على الشمال، يعني بدايتهم من هنا من عند الماوس كده. طب تعالى نعمل رن ونشوف. برضه نسينا السيمي كولون. طيب زي ما انت شايف، انت زي ما قلت لك واحد وواحد هي بدايتها هنا بالظبط، هي بدايتها في النقطه دي اللي هي من فوق من هنا. طيب تعالى كده مثلا نخليها 1 و5. نعمل ران تاني. طبعا هو نزل تحت شويه. تعالى بقى نخليها 50 عشان تحس بالفرق فعلا. طبعا اول رقم ده الاكس اكسس، تاني رقم ده الواي اكسس. تعالى نعمل ران كده تاني هتلاقيه نزل لتحت اكتر زي ما انت شايف كده. تعالى مثلا نخلي ده 100. نعمل ران. طبعا هتلاقيه بدأ انه يخش يمين شويه. طيب حلو قوي. طب هو احنا اصلا الويدجت بتاعتنا دي كام في كام؟ طيب انت ممكن ان انت تعرف الويدجت بتاعتك كام في كام عن طريق طريقتين. انت لو جيت على الويدجت هنا وفتحتها في الديزاينر بتاعك وجيت دوست كليك كده على الويدجت بتاعتك نفسها ونزلت لتحت شويه هتلاقي عندك هنا اصلا السايز بتاعك في الجيومتري. السايز بتاعك حاليا هو 800 في 600 اللي هو الويدث 800 والهايت 600. حلو قوي. طبعا ممكن تغيرهم زي ما انت عايز، يعني ممكن اخلي مثلا ده 500 في 600. طبعا زي ما انت شايف هو صغر، او ممكن من هنا ان انت تكبر وتصغر الويندو بتاعتك. طبعا برضو لو كبرت هتلاقي الرقمين دول بيتغيروا مفيش اي مشكله. طيب حلو جدا. طيب تعالى نرجع تاني للليبل ونشوف احنا عندنا ايه تاني ممكن فانكشنز نستخدمها في الليبل. طبعا نقدر ان احنا نتحكم برضو في الفونت من هنا من تكست ونستخدم الارو تاني، وعندنا حاجه اسمها set font. حلو قوي. طيب برضو فانكشن set font هي بتاخد فانكشن تانية جواها. طيب الفانكشن التانية هي اسمها كيو فونت. فانا هاجي هنا اكتب كيو بعد كده فونت، بس طبعا الاف برضو كابيتال، وهفتح البراكتس بتاعتي. وكيو فونت بتاخد تو ارجمنتس. اول حاجه هي بتاخد اسم الفونت بتاعك، تاني حاجه هي بتاخد السايز بتاع الفونت. طيب اسم الفونت طبعا هو سترينج فهنكتبه ما بين دبل كوتيشن، وعندنا فونت اسمه كايرو. بعد كده هعمل كوما وهديله السايز بتاع الفونت اللي انا عايزه، فمثلا هقول له 15. حلو قوي. طيب او بس يعني تعالى نخليه 5 عشان بس يبقى باين ان هو المفروض هيصغر جدا فيبقى باين. فتعالى نعمل ران ونشوف ايه اللي هيحصل. طبعا زي ما انت شايف التكست صغر جدا. لو مثلا خليناه 50 طبعا التكست هيكبر جدا زي ما انت شايف كده. طيب حلو قوي. انا هخليه عادي خالص 15
وتعالى نشوف في فانكشنز مهمه ايه تاني ممكن نتعامل معاها مع الليبل. تعالى نشوف فانكشن تانية، والفانكشن دي هي اسمها set style sheet. طبعا انت بتعرف ان انت ازاي تاكسس اي حاجه من اليو اي خلاص. طب تعالى كده نكتب set style sheet، وهنستخدم حاجه اسمها color، وهقول له ان الكولر بتاعي اللي انا عايزه مثلا red. حلو جدا. طب تعالى كده نعمل ران ونشوف هل اللون بتاع الفونت هيتغير ولا لا. طبعا زي ما انت شايف لون الفونت اتغير من غير اي مشكله. طيب انا بس هشيل الموف دي عشان عايز التكست بتاعي يبقى دايما في النص. تعالى كده نرن ونشوف هل هو هيبقى في النص ولا لا، او في المكان اللي انا كنت حاطه فيه يعني في الديزاين اللي هو هنا. حلو قوي. طيب كده تقريبا ان احنا خلصنا اهم الفانكشنز اللي انت هتحتاجها عن الليبل. وفي الليكتشر ده انت المفروض قادر ان انت تاكسس الليبل ككود، وقادر ان انت تعدله وتعدل في شويه بروبرتيز. ممكن تقعد تجرب شويه في الفانكشنز او في الحاجات اللي انت تقدر ان انت تستخدمها. هتلاقي عندك كميه فانكشنز كتيره جدا تقدر ان انت تستخدم اي حاجه انت عايزها. لحد هنا كده ده نهايه الليكتشر بتاع النهارده. الليكتشر اللي جاي هناخد فيه البوش بوتون، وازاي ان احنا نقدر ان احنا نعمل اون كليك فانكشن ان لما البوتون ده يتداس عليه يحصل اكشن معين. فيلا بينا نروح على الليكتشر اللي جاي.